والله كذب، والله أنا لا أصدقه. أنا خلال هذه السنين 13 تبين لي أن الساسة الغربيين يكذبون. النرويجيون كذبوا أكثر من قذافي. يعني أنا أعتقد الآن اعتقاد جازم أن الساسة الغربيين كلهم بدون استثناء يكذبون أكثر مما كذب قذافي أو علي عبد الله صالح أو صدام حسين أو بقية الدكتاتورية في بلادنا. ما وجدتهم صادقين، يعني ما وجدتم جيد الدليل. يعني أنا كنت أستغرب، رجل في دولة مثل النرويج ولد هادئا، عاش هادئا، وقدم إلى الجامعات، درس القانون، وأصبح محاميا يدافع عن الناس المظلومين، ثم ذهب إلى سجن الاتحاد الوطني الكردستاني، أي مكان ليس فيها قانون، ليس فيها دولة. ذهب هناك، قابل شابا عمره 15 سنة واسمه سيروان، اعتقل هناك بقنبلة بدون صاعق. والأكراد يذهبوا إلى صيد السمك بالقنابل فيفجروها بصاعق فالس، بصاعق ليس حقيقي، يفجروها ويقتلوا الأسماك. هذا عمره 15 سنة، فقيد الوالدين الأب والأم، اعتقل هناك في السجن. هذا المحامي الحضاري المثقف النرويجي لحقوق الإنسان والدولة الديمقراطية ذهب قابل هذا الطفل الصغير هناك لكي يجعلوه شاهدا ضدي أنني أنا الذي زودته بالقنابل هناك. يعني كيف نجمع بين كل هذه؟ أنت رجل تعيش في بلد مثل النرويج، لا ضغط عليك في الحروب، لا تعرضت للمطاردة والسجن أمثالنا. نحن لم نفقد التوازن، فأنت لماذا تفقد التوازن؟ فقط حبا لهذا المال الذي تستطيع أن تحصل عليه. لأنه عندما كانوا يكونوا في السليمانية بالات وشراب، الزنا والفاحشة، فيكتبوا يتصلوا يقول إيه والله أسجنوا ملا كركار 4 أسابيع أخرى لأن نحن ما زلنا ما كملنا عملنا، وكل المصاريف، ويعودوا إلى النرويج ويقول والله ما وجدنا أدلة غير كافية.